ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب عنده ويسمع النداء لكنه يصلي في البيت؟ تصح صلاته ولكن يأثم بترك الجماعة، تصح مع الإثم، ولا يكفي هذا، يجب أنه ينكر عليه وأنه يلزم بصلاة الجماعة، ما يترك يهجر الجماعة ويهجر المسجد ويصلي في بيته، يلزم بهذا، لأن هذا من المنكر الذي يجب إنكاره. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذين يتخلفون عن الصلاة وهم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، أنكر عليهم هذا، مع أنهم يمكن يصلون جماعة في بيوتهم، لكن الرسول ما اكتفى بهذا، لازم يحضرون يصلون مع المسلمين. صلاة الجماعة أمرها عظيم، ما هي سهلة يتساهل بها الإنسان، حتى لو صحت صلاته في بيته فإن عليه إثما عظيما بترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة. نعم.